جدا بالترحيب الذي حظيت به يوم الأمس. السعوديين كانوا جيدين جدا وعبروا عن كرم الضيافة. كريستيان، لطالما كنت طموحا، ما هي طموحاتك في الدوري السعودي على أرضية الميدان؟ مثل ما قلت في السابق، هذه فرصة مهمة جدا ليس فقط في عالم كرة القدم ولكن لتغيير العقلية المحيطة بعالم كرة القدم وبهذا الجيل الصاعد. بإمكاني القول أنني جاءتني الكثير من الفرص في أوروبا وحظيت أيضا حصلت على أو كانت هناك اتصالات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن البرتغال ومن أستراليا ومن جميع أنحاء المعمورة. أنا أعطيت كلمتي لهذا النادي وعبرت عن طموحاتي لتطوير كرة القدم في هذا البلد الرائع. هذا تحدي جديد وأنا أعرف ما الذي أبتغيه من الآخرين وما الذي لا أبتغيه. أريد أن أغير، أريد أن أكتسب تجربة مثرية وأريد أن أطور الكثير من الأشياء في عالم كرة القدم من خلال هذه التجربة. وأيضا أريد أن أثري تجربة السيدات في عالم كرة القدم وأريد أن أمرر نظرة أو أريد من الناس أن يكونوا فكرة جديدة حول كرة القدم في هذا البلد، وهذا ما يفسر اختياري لهذا النادي. شكرا على هذه الكلمات يا كريستيانو. Frankly speaking, did Saudi performance at the World Cup and هل تعتقد أن أداء المنتخب السعودي في كرة القدم حفزك؟ هل حفزك؟ هل أقنعك بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية؟ الناس يتحدثون ويدلون بدلوهم ولكن لا يعرفون الكثير عن كرة القدم. مثل ما نعرف كرة القدم في عصرنا هذا وخلال 15 سنة الأخيرة كل المنتخبات جاهزة ومنظمة وكل المنتخبات قادرة على التحدي. إذن في كأس العالم لا ننسى ما حققه المنتخب السعودي ضد المنتخب الأرجنتيني كوريا الجنوبية، أيضا منتخب كوستاريكا وبعض المنتخبات الآسيوية مثل المنتخب الياباني. لم يعد من السهل أن نتحدث عن الهوة الشاسعة بين المنتخبات. بالنسبة لي هذه نقلة نوعية، ولكي أكون صادقا لا يهمني فيما يقوله الأشخاص. أنا أحترم قراراتي الشخصية وأنا طبعا أحترم قراراتي ومهما سيحصل لي هنا أعرف وأن الدوري السعودي فيه الروح التنافسية الكبيرة. أنا شاهدت بعض المباريات أو الكثير من المباريات خاصة بهذا الدوري وأتمنى أن تكلل تجربتي بالنجاح. سوف أخوض غمار التجربة الأولى بعد يوم الغد إذا سمح لي المدرب المشرف على نادي النصر، وأنا متواجد هنا للاستمتاع بكرة القدم وبمعرفة الأشخاص في المملكة العربية السعودية. نسعد دائما برؤيتك على أرضية الميدان. إذن هذه الصفقة فريدة من نوعها، ولكن بعض الأشخاص انتقدوك وأنا أعرف أنه لا يهمك آراء الآخرين. أنا لاعب كرة قدم وأنا مسرور جدا بالقدوم إلى هنا. أنا كسرت كل الأرقام القياسية في أوروبا وأريد أن أكسر الأرقام القياسية في هذه البقعة من آسيا. رائع. طبعا كل وسائل الإعلام تصب اهتمامها على مدينة الرياض والمملكة العربية السعودية. أنا جئت إلى نادي النصر للاستمتاع بكرة القدم للفوز بالألقاب ولكي أكون جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الخاص بتطوير كرة القدم وأن أكون جزءا من هذا البلد. وطبعا أنا أتواجد مع مدربي ومع رئيس النادي. أنا محاط بالأشخاص الذين يحفزونني والذين يجعلون الابتسامة تعلو محياي. شكرا كريستيانو. سيدتي سادتي، لابد أن نصفق بحرارة لأسطورة كرة قدم
البرتغالي كريستيانو رونالدو. انتقل إليك أستاذ سلي. بداية نبارك لك ولفريق النصر وجماهير النصر والكرة السعودية هذه الصفقة التاريخية. وعدتم فأوفيتم اليوم.